أهلا بكم في قناة Storyverse Central. السلام عليكم. في هذا الفيديو ستغوصون معنا في أعماق الظلام، حيث تنتظركم قصص مرعبة تقشعر لها الأبدان، أصوات غامضة، ظلال تتحرك، وأحداث لا تفسير لها ستجعل أنفاسكم تتسارع. إذا كنتم من عشاق الغموض والرعب، اربطوا أحزمتكم وابدأوا الرحلة الآن. القصة الأولى: عائلة غريبة في الظلام. في ليلة شتوية مظلمة، حيث الرعد يهز السماء والمطر يتساقط بغزارة كأنه طلقات رصاص، قرر سلمان أن ينطلق في مغامرة ليلية خارج مدينة الفيوم. الشوارع خالية تماماً، والصمت يلف المكان، مما زاد من هيبة الأجواء وبرودتها. سلمان، مدفوعاً برغبة في كسر رتابة الليلة والالتقاء بأقاربه في قرية بعيدة، بدأ رحلته عبر طريق موحش بين الجبال. المطر كان يضرب السيارة كأن الطبيعة نفسها تحذره، لكنه استمر بلا تردد. سار بطريق طويل مهجور، حيث الأضواء تلاشت خلفه تدريجية، والطريق أمامه يغرق في الظلام. مع كل منعطف كانت السيارة تتمايل بخفة، وكأنها تستجيب لنداء المجهول. بعد مرور وقت طويل، ظهر أمامه فجأة ضوء أحمر خافت يتمايل في الأفق. اقترب سلمان منه بحذر، ليجد سيارة متوقفة بجانب الطريق. عندها خرج رجل غريب الشكل، يلوح بيديه ويطلب المساعدة، بجانبه أطفال صغار وزوجة. شعر سلمان بالشفقة، فتوقف ليساعدهم. حين نزل سلمان، نظر الرجل مباشرة في عينيه وقال: أخيراً وصلت يا سلمان. تجمدت أنفاس سلمان في حلقه، وتسارعت دقات قلبه، وقال وهو يحدث نفسه: كيف عرف اسمي؟ حاول أن يتجاهل الأمر. ساعدهم على حمل أغراضهم ووضعها في سيارته، لكنه لاحظ أن الرجل أصر على الجلوس في الخلف مع عائلته، مما أثار قلق سلمان، لكنه مضى في طريقه. الجو في الداخل كان غريباً، حرارته غير طبيعية، كأن السيارة تتحول إلى فرن مشتعل. ومع ذلك لم ينبس سلمان بكلمة. أثناء الطريق بدأ الرجل يضحك ضحكة مريبة تزلزل المكان، وضحك معه أطفاله بصوت غريب يشبه صدى في كهف مظلم. عندها أدرك سلمان أن شيئاً ليس على ما يرام. بعد وقت قصير وصلوا إلى مكان بدا كأنه استراحة مضاءة بأضواء باهتة، لكن حين نزل سلمان شعر برعشة في جسده. كان المكان يبدو وكأنه استخرج من كابوس. طاولات مهترئة، أصوات غريبة تتردد من الداخل، وأناس غير مرئيين يتحدثون. حاول سلمان أن يتجنب النظر كثيراً، لكنه لم يستطع تجاهل أصوات الضحك التي أصبحت تحيط به من كل اتجاه. عندما قرر العودة إلى سيارته للهروب من هذا الجحيم، وجد الرجل وأطفاله قد عادوا إلى مقاعدهم دون أن يراهم يدخلون. حاول تشغيل السيارة، لكنها لم تعمل. ارتعب سلمان حين خرج الرجل من النافذة، وقال بابتسامة مخيفة: لن تذهب إلا بعد أن ننهي ما بدأناه. قرر سلمان مواجهة مخاوفه، فنزل من السيارة ليتأكد من المحرك. وعندما عاد ليصعد، وجد السيارة خالية تماماً، لا أحد فيها. في تلك اللحظة أدرك سلمان أنه كان يتعامل مع شيء لا ينتمي إلى عالم البشر. ارتعد،
لكنه تمسك بإيمانه وبدأ يردد الآيات القرآنية حتى استطاع تشغيل السيارة. هرب سلمان من المكان بسرعة جنونية ولم يتوقف حتى وصل إلى قريته. في صباح اليوم التالي قرر العودة إلى نفس الطريق ليتأكد مما حدث، وعندما وصل إلى الموقع الذي ظنه استراحة وجد فقط بقايا مبان مهجورة وأرضاً خالية تعج بالذكريات المخيفة. عادت الحياة إلى طبيعتها، ولكن تلك الليلة تركت في قلب سلمان أثراً لن يمحوه الزمن. ظل يتساءل دائماً: هل كان ما واجهه حقيقة أم مجرد كابوس؟ القصة الثانية: البيت الذي لا يغلق بابه. في إحدى القرى النائية كان هناك بيت قديم مهجور تملأه الشقوق والخرائب. كان يقال إن هذا البيت لا يغلق بابه أبدا مهما حاول الناس. باب المنزل يبقى دائما مواربا وكأنه يدعو الزوار للدخول. لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه بعد غروب الشمس، فالقصص التي سرت عنه كانت كفيلة بجعل الجميع يبتعد. لكن حسين شاب طموح يعمل في الصحافة، لم يكن يؤمن بالأساطير والخرافات. قرر أن يحقق بنفسه في قصة هذا البيت الغامض وأن يكتشف الحقيقة. كان يخطط لتصوير تقرير مصور ليعرضه على قناته الخاصة، متجاهلا التحذيرات التي سمعها من سكان القرية. حمل حسين كاميرته ومعداته واتجه إلى البيت في المساء. الجو كان هادئا بشكل مريب، والقرية بدت وكأنها مهجورة تماما. عندما وصل إلى البيت وجد الباب مفتوحا بالفعل كما سمع من سكان القرية. دفع الباب ببطء وسمع صريرا مزعجا وكأن الباب يئن تحت وطأة الزمن. دخل حسين إلى الداخل وأضاء مصباحه اليدوي. المكان كان مليئا بالغبار والجدران مزينة برسومات قديمة بدت وكأنها كتابات غريبة. لاحظ أن الهواء داخل المنزل كان ثقيلا جدا وكأنه محمل بالطاقة السلبية. بدأ حسين بتصوير المكان متحدثا إلى الكاميرا عن تاريخ البيت الغامض، لكن أثناء التصوير شعر بشيء غريب. سمع صوت خطوات خفيفة تأتي من الطابق العلوي. توقف عن الحديث ونظر إلى الأعلى، لكن لم يكن هناك أحد. حسين قرر أن يصعد إلى الطابق العلوي ليتحقق. كلما تقدم خطوة كان يسمع صوت أنين خافت يزداد وضوحا. وعندما وصل إلى إحدى الغرف وجد بابها مفتوحا. دفعه ببطء، وعندما أضاء المصباح داخل الغرفة رأى ظلالا تتحرك على الجدران، رغم أن الغرفة كانت فارغة تماما. حاول حسين أن يبقى هادئا وأقنع نفسه بأنها مجرد ظلال للأشجار بالخارج، لكنه لاحظ أن النافذة كانت مغلقة بالكامل ولا توجد أي مصادر للضوء. فجأة سمع صوتا قادما من خلفه يقول له بصوت خشن: لماذا أنت هنا؟ تجمد حسين في مكانه والتفت بسرعة، لكنه لم يجد أحدا. الصوت كان واضحا جدا وكأن أحدهم همس مباشرة في أذنه. بينما كان حسين يتجول في الغرفة وجد صندوقا صغيرا في الزاوية. فتح الصندوق ووجد بداخله لوحا خشبيا قديما محفورا عليه رموز غريبة. كان اللوح يبدو وكأنه جزء من لعبة قديمة، لكنه شعر بأنه لا يجب أن يلمسه. رغم ذلك قرر تصويره وأخذ بعض اللقطات القريبة له. وما إن انتهى حتى شعر بهواء بارد يلف المكان رغم أن النوافذ كانت مغلقة. فجأة سمع صوت خطوات ثقيلة تقترب بسرعة، وعندما استدار رأى باب الغرفة يغلق بعنف خلفه وكأن قوة غير مرئية أحكمت إغلاقه. حاول حسين فتح الباب لكنه لم يستطع. الغرفة أصبحت أكثر برودة
وبدأ يسمع أصوات همسات متداخلة وكلمات غير مفهومة. قرر أن يقرأ آية الكرسي بصوت مرتفع وكأنه يستنجد بقوة خفية لحمايته. بمجرد أن بدأ بالقراءة، اهتزت الغرفة بشكل غريب، وسقط اللوح الخشبي من الصندوق. لاحظ أن الرموز التي كانت محفورة على اللوح بدأت تتوهج بلون أحمر باهت. حسين شعر برعب شديد وقرر أن يترك كل شيء خلفه ويهرب من المنزل. لكنه عندما فتح باب الغرفة أخيرا وركض إلى الطابق السفلي، وجد أن الباب الأمامي مغلق بإحكام. في تلك اللحظة شعر حسين بشيء يلمس كتفه. التفت بسرعة ورأى ظلا طويلا يقف خلفه. الصوت نفسه عاد ليقول له: لقد أيقظتنا، الآن لا مفر لك من هنا. استجمع حسين شجاعته وركض باتجاه النافذة. قفز منها إلى الخارج وسقط على الأرض. عندما استدار لينظر إلى البيت، رأى الباب يفتح ببطء وسمع صوت ضحكات خافتة تخرج من الداخل. بعد تلك الليلة ترك حسين المغامرة إلى المناطق المجهولة. وجد منشورا على الإنترنت بشكل غامض ويحذر المشاهدين: إذا رأيت هذا الفيديو لا تقترب من البيت الذي لا يغلق بابه أبدا. القصة الثالثة: أصوات من تحت الأرض. في ليلة خريفية هادئة، قرر أحمد وصديقه عمر زيارة المقبرة القديمة في أطراف المدينة. لم يكن أحمد يؤمن بالخرافات، لكنه كان يحب القصص الغامضة التي يحكيها جده عن المقبرة. عمر من جهته كان أكثر حذرا، لكنه انضم لرفيقه بدافع الفضول. قال أحمد مبتسما وهو يضيء مصباحه اليدوي: فقط 10 دقائق ونتجول قليلا ثم نخرج. عند دخولهم المقبرة بدا كل شيء طبيعيا. القبور مصطفة في صمت، والهواء بارد ولكنه منعش. فجأة لاحظ عمر أن هناك أضواء صغيرة تتحرك بين الأشجار في الخلف. قال: هل ترى ذلك؟ رد أحمد: ربما مجرد انعكاس ضوء المصباح. لكن عينيه كانت مثبتة على الأضواء التي بدت وكأنها تتحرك بطريقة غير طبيعية. بينما يقتربون من أحد القبور القديمة، لاحظوا أن القبر مفتوح جزئيا وكأن أحدهم عبث به مؤخرا. ألقى أحمد نظرة على الداخل وقال: فارغ تماما، غريب. بينما كانا يواصلان استكشافهما، بدأ أحمد وعمر يسمعان أصواتا خافتة كأنها همسات تأتي من تحت الأرض. سأل عمر بصوت مرتجف: هل تسمع ذلك؟ رد أحمد محاولا إخفاء توتره. قال: ربما الرياح أو الحيوانات. لكن الأصوات كانت واضحة تقول: لا تعود، لا تعود. قال عمر وهو يتراجع خطوة للخلف: هذا يكفي يا أحمد، لنذهب الآن. لكن أحمد مدفوعا بفضوله أصر على البقاء لفترة أطول. بينما يتجولان، عثرا على قبر آخر مميز برمز غريب منحوت على الحجر، دائرة بداخلها عين مفتوحة. قال أحمد: ما هذا الرمز؟ لم أرى شيئا كهذا من قبل. لاحظ عمر أن الرمز بدا وكأنه يلمع قليلا تحت ضوء المصباح. فجأة انفتحت الأرض بجانبهما، كاشفة عن درج حجري يؤدي إلى تحت الأرض. قال عمر وهو يحاول سحب أحمد بعيدا: هذا بالتأكيد غير طبيعي. لكن أحمد قال بحماس: علينا أن نعرف ما يوجد بالداخل، لن نحصل على فرصة كهذه مرة أخرى. تردد عمر لكنه وافق في النهاية. أشعل كلاهما مصباحيهما اليدويين وبدأا النزول بحذر. كانت الرائحة تحت الأرض غريبة، مزيجا من العفن والتراب القديم. في الأسفل وجدا غرفة واسعة مليئة بالرسومات القديمة على الجدران. كانت الصور تظهر شخصيات غامضة
تقف حول دائرة من الضوء. قال أحمد وهو يقترب من المركز: أعتقد أن هذه غرفة طقوس أو شيء من هذا القبيل. في المنتصف كانت هناك طاولة حجرية وعليها كتاب قديم مغبر. فتح أحمد الكتاب وكان مليئا بالرموز والكتابات بلغة غير معروفة. حذره عمر قائلا: لا تقرأه يا أحمد، هذا ليس جيدا. ولكن أحمد بدافع الفضول قرأ جملة بصوت عال. فجأة اهتزت الأرض من تحتهم وبدأت الرياح تدور في الغرفة على الرغم من أنهم تحت الأرض. همس صوت قادم من الظلام: لم يكن عليك فعل ذلك. ظهرت ظلال غامضة في الغرفة تتحرك بشكل غريب كأنها حية. أحد الظلال تحدث بصوت أجوف يقول: لقد دخلتم إلى مكان ليس لكم، الآن أنتم ملك لنا. حاول أحمد وعمر الهروب، ولكن الطريق الذي جاء منه كان قد اختفى. أصبح الظلام أكثر كثافة، والهمسات أصبحت أصواتا تصرخ بأسمائهما. أحمد الذي أدرك خطأه حاول إعادة قراءة الجملة بالعكس على أمل أن يعكس ما حدث، ولكن الظلال كانت تقترب منهما بسرعة. في اللحظة الأخيرة انفجرت الغرفة بضوء قوي، واستيقظ الاثنان ليجدا نفسيهما خارج المقبرة ملقيين على العشب. سأل عمر وهو ينظر حوله: ما الذي حدث؟ هل كان ذلك حقيقيا؟ قال أحمد: لا أعرف، ولكننا لن نعود إلى هنا أبدا. عندما استدار للمغادرة لاحظ أحمد أن يده تحمل علامة خفيفة لعين مفتوحة، نفس الرمز الذي كان على القبر. ومنذ تلك الليلة لم يعد أحمد يسمع همسات في أحلامه فحسب، بل كان يرى عيونا تراقبه من الظلام. القصة الرابعة: ما سر الغرفة التي لا يجب فتحها؟ كان سامر شابا طموحا في منتصف العشرينات، يعمل كمهندس في مدينة بعيدة عن مسقط رأسه. بسبب وظيفته اضطر إلى استئجار شقة قديمة داخل حي هادئ. لم يكن يعرف أن تلك الشقة تحمل سرا غامضا. الشقة كانت عادية، لكنها تحتوي على غرفة صغيرة مظلمة لم تكن مفروشة. عندما سأل صاحب الشقة عن تلك الغرفة، تهرب الأخير من الإجابة واكتفى بالقول: لا تدخلها، إنها مجرد غرفة تخزين. سامر لم يهتم كثيرا بالأمر، لكنه لاحظ شيئا غريبا منذ اليوم الأول. الأجواء في الشقة كانت ثقيلة، وكأنه دائما تحت المراقبة. في الليل كان يسمع أصوات خطوات خفيفة تأتي من الممر المؤدي إلى الغرفة المظلمة. على الرغم من أنه يعيش بمفرده، مرت أيام وسامر بدأ يلاحظ أن الباب الخاص بالغرفة المظلمة يتغير وضعه من تلقاء نفسه. أحيانا يجده مفتوحا، وأحيانا مغلقا بإحكام. ظن في البداية أن الأمر مجرد توهم أو بسبب تيارات هواء، لكنه شعر بأن هناك شيئا غير طبيعي. ذات ليلة عندما عاد متأثرا من عمله، وجد الباب مفتوحا بالكامل. استجمع شجاعته ونظر إلى الداخل، لكنه لم يجد سوى ظلام حالك. حاول تشغيل مصباح كهربائي، لكنه لم يعمل. قرر إحضار مصباح يدوي والدخول لاستكشاف الغرفة. عندما دخل شعر ببرودة غير طبيعية، رغم أن الطقس كان حارا في الخارج. كانت الجدران مغطاة بخربشات غريبة، وكأنها كتابات بلغة لا يستطيع فهمها. وفي زاوية الغرفة كان هناك كرسي خشبي مكسور ومرآة صغيرة محطمة. بعد خروجه من الغرفة بدأت الأحداث تأخذ منحى أكثر رعبا. في الليالي التالية كان يسمع صوت همس قادم من الغرفة، وكان الصوت يزداد وضوحا
مع مرور الوقت أصبح سامر يعاني من كوابيس متكررة يرى فيها شخصاً بلا وجه يقف عند باب غرفته. في إحدى الليالي استيقظ على صوت صراخ حاد قادم من الغرفة المظلمة. عندما اقترب من الباب رأى ظلاً أسود يتحرك بسرعة وكأن شيئاً يحاول الخروج من الغرفة. أصيب بحالة من الذعر وركب خارج الشقة. قرر سامر أن يستعين بشيخ لقراءة القرآن في الشقة. عندما حضر الشيخ وبدأ في تلاوة آيات من القرآن الكريم اهتزت الجدران وكأن زلزالا صريرا ضرب المكان، وفجأة سقطت المرآة المحطمة من الجدار وكشف خلفها عن فتحة صغيرة تحتوي على صندوق خشبي قديم. فتح الشيخ الصندوق ليجد داخله دنية صغيرة مصنوعة من القماش مغروسة بالدبابيس وملفوفة بخيوط سوداء. تبين أن الدنيا كانت مستخدمة في عمل سحر قديم. بعد جلسة طويلة من الرقية الشرعية روى صاحب الشقة الحقيقة لسامر. قال إن الشقة كانت مسكونة بروح امرأة ماتت بشكل مأساوي في تلك الغرفة قبل سنوات. قيل إنها كانت ضحية عمل شيطاني وإن روحها ظلت عالقة في المكان. سامر قرر ترك الشقة على الفور والانتقال إلى مكان آخر، لكنه ظل يعاني من الكوابيس لأسابيع طويلة. كلما حاول نسيان ما حدث تفكره صوت الهمس البارد في أذنيه يقول: لن تهرب مني أبدا. قيل إن الشقة أغلقت للأبد، لكن السكان المجاورين ما زالوا يسمعون أصواتا غريبة تنبعث منها، خاصة في الليالي المظلمة. القصة الخامسة: الوادي الذي لا ينسى أحدا. سالم راعي أغنام قوي البنية، يبلغ من العمر 30 عاماً. اعتاد العيش وحيداً في البرية. كان يسكن قرية صغيرة محاطة بالجبال والوديان. سالم اشتهر بين أهل قريته بشجاعته وقلبه القوي، إذ لم يكن يخشى الظلام أو الحكايات المخيفة التي تحكى عن وادي الظلال، وهو واد يقع على أطراف القرية ويدور حوله الكثير من الأساطير. قال له جاره: يا سالم، لا تدخل الوادي أبدا، الأغنام التي تقترب منه لا تعود، والبشر الذين يغامرون هناك يفقد أثرهم للأبد. قال سالم وهو ساخرا: قصص عجائز، واد مثل أي واد آخر، لا شيء يخيفني. ذات ليلة مقمرة خرج سالم مع قطيعه للبحث عن مرعى جديد. قاده بحثه الطويل نحو وادي الظلال. وقف أمامه مترددا للحظة، لكن أغنامه بدأت تتقدم دون خوف. شعر سالم برغبة غريبة في الدخول، كأن شيئا ما يجذبه إلى الوادي. حين دخل لاحظ أن الهواء بارد بشكل غير طبيعي، وصوت صرير غريب يشبه أنين الرياح يحيط بالمكان. الأرض كانت مغطاة بضباب خفيف، والأشجار بدت وكأنها تتهامس. بينما كان سالم يراقب أغنامه وهي ترعى، لاحظ أن واحدة منها توقفت فجأة عن الحركة، ثم انطلقت نحو أعماق الوادي كأنها مسحورة. حاول الإلحاق بها، لكنه فقد أثرها بسرعة. عندما عاد إلى قطيعه وجد أن الأغنام بدأت تتحرك بشكل غريب، وكأنها تقاد من قبل قوة غير مرئية. سالم يقول مخاطبا نفسه: هذا غريب، هل هذا من تأثير القصص التي سمعتها؟ قرر البقاء قرب قطيعه، لكن مع حلول الظلام بدأت أصوات غريبة تتعالى من حوله. صوت خافت يشبه همسات مرعبة، وكأن الوادي نفسه يتحدث. فجأة لمح ظلا طويلا يتحرك بين الأشجار. أشعل سالم ناره وأمسك بعصاه محاولا تهدئة نفسه، لكنه لاحظ أن النار لا تضيء إلا محيطا ضيقا جدا، وكأن الظلام يبتلع كل شيء حوله. بدأ يسمع صوت خطوات ثقيلة، لكنها لم تكن تبدو كبشرية،
بل أقرب إلى وقع أقدام مخلوق عملاق. حاول سالم الخروج من الوادي، لكنه اكتشف أن الطريق الذي جاء منه اختفى، كأن الوادي أعاد تشكيل نفسه. بدأ يسير عشوائياً، وكلما تقدم وجد نفسه يعود إلى نفس المكان. شجرة كبيرة جذورها ملتوية مثل يد عملاقة تمسك بالأرض. عندما جلس منهكا قرب الشجرة، ظهرت أمامه أغنامه، لكنها لم تكن كما تركها. عيونها كانت متوهجة بلون أحمر، وأصوات غريبة تخرج منها، أشبه بأنين بشر محبوسين. فجأة خرج من بين الظلال مخلوق طويل، جسده مغطى برداء أسود، ووجهه غير واضح كأنه ضباب. قال المخلوق بصوت عميق ومخيف: ألم يحذرك أحد من دخول هذا المكان؟ هذا ليس واديك يا سالم. رد سالم بصوت مرتجف: ماذا تريد؟ دعني أذهب. قال له المخلوق: أنت هنا الآن، الوادي اختارك، إذا أردت النجاة عليك أن تقدم تضحية. أخبره المخلوق أنه يجب أن يترك شيئا عزيزا عليه ليخرج حيا. نظر سالم إلى قطيعه ثم إلى عصاه التي رافقته طوال حياته، لكنه شعر أن الخيار الحقيقي أعمق من مجرد أشياء مادية. قال سالم بشجاعة: لن أترك قطيعي ولن أستسلم لك، الله معي. ثم قرأ آيات من القرآن الكريم بصوت عال، بينما كان المخلوق يصرخ ويتلاشى تدريجيا. لكن حتى بعد اختفائه لم يعد الوادي إلى طبيعته. فجأة أغمي على سالم في منتصف الوادي. عندما استيقظ وجد نفسه خارج الوادي عند الفجر. كان قطيعه كاملا، لكنه لاحظ شيئا غريبا: إحدى الأغنام كانت تقف بعيدا، وعيناها الحمراء تراقبه بصمت. حاول الاقتراب منها، لكنها اختفت في لحظة. عاد سالم إلى قريته، لكنه لم يكن كما كان. كلما نام كان يسمع صوت المخلوق يهمس في أذنه: الوادي لا ينسى زواره. القصة السادسة: الممر الذي لا يرحم. في بلدة صغيرة يكتنفها الغموض، كان هناك ممر ضيق يعرف باسم الممر المظلم. هذا الممر لم يكن كباقي الشوارع في البلدة، فعند الغروب يلفه الظلام بطريقة مريبة، وكأنه يبتلع الضوء. كانت الأساطير المحلية تقول إن من يعبر هذا الممر ليلا لا يعود، لكن لم يكن أحد يعرف حقيقة ما يحدث. فاطمة، فتاة جامعية طموحة، كانت تعيش بالقرب من هذا الممر. سمعت الكثير من القصص المخيفة عنه، لكنها لم تؤمن بالخرافات. في إحدى الليالي الممطرة قررت العودة إلى منزلها متأخرة بعد أن أضاعت آخر حافلة. كان الطريق الوحيد المختصر الذي يمكنها أن تسلكه هو عبر الممر المظلم. عندما وقفت عند مدخل الممر شعرت بشيء غريب. الهواء كان بارداً بشكل غير طبيعي، رغم أن الجو كان رطباً ودافئاً في الخارج. نظرت إلى نهايته، لكنها لم تستطع رؤية أي شيء. كان الظلام كثيفاً لدرجة تجعل أي شيء خلفه مجهولاً. قررت فاطمة أن تتجاهل خوفها وتدخل الممر. كلما خطت خطوة كان صوت خطواتها ينعكس بوضوح غريب، وكأن الجدران المحيطة تعيد الصدى بطريقة مشوهة. فجأة سمعت صوتا آخر، خطوات إضافية، لكنها كانت أبطأ وأثقل. توقفت عن المشي وحاولت الاستماع، ظنت أن أحدا يمشي خلفها، لكنها عندما التفتت لم تجد أحدا. واصلت السير بخطوات مترددة، لكن الأصوات لم تتوقف. همسات غير مفهومة بدأت تتردد في أذنها. كانت كلماتها غير واضحة، لكنها شعرت وكأنها تحذرها. حاولت أن تسرع، لكن كلما فعلت ازدادت تلك الأصوات وضوحا. ثم سمعت صوتا يهمس مباشرة بجانب أذنها يقول لها:
لم يكن عليك الدخول في هذا الممر. تجمدت فاطمة في مكانها والتفتت بجنون حولها، لكن الممر كان فارغا تماما. عندما نظرت إلى نهاية الممر لاحظت أن الظلام لم يعد مجرد غياب للضوء، بدا وكأنه يتحرك، وكأن الظلال تتراقص وتتشكل لتصبح أشكالا تشبه البشر. حاولت أن تقنع نفسها بأنها تتخيل بسبب خوفها، لكن تلك الظلال كانت تتقدم نحوها ببطء. أخرجت هاتفها بسرعة لتضيء المصباح، لكن الهاتف توقف عن العمل بشكل مفاجئ. حاولت أن تعيد تشغيله، لكن الشاشة ظلت سوداء. في تلك اللحظة شعرت بشيء يلمس كتفها بخفة. التفتت بسرعة، لكنها لم تجد شيئا، ومع ذلك شعرت بأنفاس باردة على عنقها، وكأن أحدا يقف خلفها مباشرة. بينما كانت تحاول الهروب من الممر سمعت صوت بكاء طفلة صغيرة قادما من أحد الزوايا. كان الصوت يبدو ضعيفا ومليئا بالألم. شعرت فاطمة بتردد، هل تتجاهل الصوت وتواصل طريقها أم تتفقد مصدره؟ غلبها فضولها، فتقدمت بحذر نحو مصدر الصوت. عندما اقتربت وجدت فتاة صغيرة تجلس على الأرض مرتدية ملابس قديمة ممزقة. كانت الفتاة تخفي وجهها بيديها وتبكي بصوت مكتوم. قالت فاطمة للفتاة بتردد، هل أنت بخير؟ ماذا تفعلين هنا؟ رفعت الفتاة وجهها ببطء، لكن ما رأته فاطمة جعل قلبها يتوقف. وجه الفتاة كان مشوها بالكامل، عيناها سوداوان تماما، وابتسامتها كانت واسعة بطريقة غير طبيعية. قالت بصوت منخفض لكنه مرعب، أنت ستبقين معنا الآن. صرخت فاطمة وركضت بأقصى سرعتها، لكن الممر بدا وكأنه يزداد طولا مع كل خطوة تخطوها. الجدران المحيطة بدأت تضيق، والظلال التي كانت تراقبها بدأت تتحرك بشكل أسرع وكأنها تطاردها. فجأة تعثرت وسقطت على الأرض. عندما رفعت رأسها رأت نفس الفتاة تقف أمامها مبتسمة ابتسامة مخيفة. الفتاة مدت يدها وقالت، لن يتركك الممر أبدا. أغمضت فاطمة عينيها وبدأت تردد آيات من القرآن بصوت مرتجف. شعرت بأن الظلام بدأ يتراجع وأن الهواء أصبح أقل برودة. عندما فتحت عينيها مجددا وجدت نفسها عند مدخل الممر وكأنها لم تدخل أبدا. عادت فاطمة إلى منزلها وهي في حالة صدمة. حاولت إخبار أصدقائها بما حدث، لكنهم لم يصدقوها. في الليلة التالية بينما كانت تحاول النوم سمعت صوت خطوات قادمة من الممر المؤدي إلى غرفتها، وعندما فتحت عينيها رأت نفس الفتاة الصغيرة تقف عند باب غرفتها مبتسمة. قالت لها بصوت مخيف، قلت لك لن يتركك الممر أبدا. عزيزي المشاهد، فضلا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. شكرا لدعمكم ونراكم في الفيديو القادم.